وقتها من جماعة الإخوان المحظورة إن الأستاذ نجيب ساويرس وراء تدبير حادث المنصورة. نجيب ساويرس هو أول من طاله أيدي الإخوان واتهامه بكثير من الاتهامات كانت تودي به حياته، يعني فلا أعتقد على الإطلاق. نجيب ساويرس وطني، وكان في وسعه أن يعني يخرج بأمواله ويعيش في الرغد والسعة، لكن قال على نفسه أن تجبره حكومة الإخوان على دفع مليارات من الأموال وتأخذها حكومة الإخوان لنفسها، وأيضا أن يأتي ويتحمل مسؤولية ويتحمل جهد كبير، ودائما هو الذي يقول أن أنا يعني أعشق هذا الوطن وأن أنا أتبرع لترميم المساجد، وإني أول من أسس جائزة لرحمه الله الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق. فدي كلها يعني مكايد ومحاولة الضغط على المصريين وإحداث وقيعة بين المسلمين والمسيحيين حينما فشلوا في الوقيعة التي سبقت قبل ذلك في اتهام ساويرس بازدراء الدين الإسلامي. شكرا.